ازاي اتعلم مهارة جديدة بسرعة جدا. لحد الشهر اللي فات لو حد قال لي ارسم قطة كنت هرسم الشيء الحزين ده. وبعدين خدت كام حصة رسم واتمرنت كام ساعة وبقت القطة بالشكل ده. ودي حرفيا تاني رسمة ارسمها في حياتي. طيب انت فعليا محتاج وقت قد ايه علشان تتعلم مهارة جديدة؟ كان في معلومة شائعة بتقول انك عشان تتقن مهارة جديدة محتاج 10,000 ساعة من الممارسة. طبعا الكلام ده اي كلام ومش مظبوط، واللي كان مقصود بيه هو انك محتاج الوقت ده علشان تكون واحد من احسن الناس في العالم في مجال كله تنافسية، يعني تبقى best of the best. للتوضيح بس 10,000 ساعة دول يعادلوا 5 سنين من وظيفة فول تايم. لكن في الحقيقة الوقت اللي انت فعلا محتاجه عشان تتعلم مهارة جديدة تقدر حتى تشتغل بيها فورا هو وقت اقل من كده بكتير جدا. ممكن يبقى شهر او اسبوعين او يومين ثلاثة، على حسب انت ناوي تحط وقت قد ايه في اليوم للممارسة. لان المدة الفعلية اللي انت محتاجها هي 20 ساعة بس. أيوة، 20 ساعة فقط هو الوقت المطلوب علشان تتعلم مهارة جديدة. الكلام ده مش كلامي، ده كلام الكاتب جوش كوفمان اللي عمل كتاب مهم جدا اسمه أول 20 ساعة أو الساعات العشرين الأولى The First 20 Hours. بس ثانية واحدة قبل ما تتهور، مش أي مهارة أقعد عليها أي 20 ساعة بعمل أي حاجة هتعلمها. الموضوع له أساسيات وقواعد وخطوات، وده اللي هنتكلم فيه في الفيديو ده. وهتعلم قدامكم في الفيديو ده مهارة بشكل عملي من الصفر لمستوى مقبول. لو أول مرة بتشوفوني، اسمي شريف علاء وبقدم محتوى عن تطوير المهارات سواء في الشغل أو في الحياة الشخصية، ودي الخلاصة عن إزاي تتعلم أي مهارة في 20 ساعة وتقدر تشتغل بيها فورا. علشان الفيديو ده اتعلمت أعمل editing من الصفر، وانا اللي عامل editing للفيديو ده، وربنا يستر عشان معرفش لسه هيطلع عامل ازاي عشان هعمل editing بعد التصوير. انا الفترة دي وقتي يسمح فعملت 5 ساعات في اليوم لمدة 4 أيام. لكن أنت ممكن تشوف إيه المهارة اللي أنت عايز تتعلمها والوقت اللي تخصصه لها، سواء ساعة في اليوم لمدة 20 يوم أو نص ساعة لمدة 40 يوم وهكذا. باختصار كده، عشان تتعلم أي مهارة في 20 ساعة محتاج تعمل 5 خطوات بسيطة جدا. أول حاجة محتاج تعملها بعد تحديد المهارة إنك تفككها لأجزاء صغيرة وتبدأ تتعلم كل جزء من دول لوحده. يعني باختصار تاخد كورس صغير أو تشوف كام فيديو عن المهارة اللي عايز تتعلمها. أنا هنا هتعلم الفيديو editing، فانا شفت كام فيديو سريع كده، مثلا كل واحد نص ساعه، شفت 3 منهم تقريبا يعني ساعه ونص. وبعدين سالت كمان شات جي بي تي ايه هي المهارات الاساسيه اللي انا محتاج اتعلمها علشان ابقى اديتور، او بمعنى اصح عشان اعرف اعمل اديتنج للفيديو بتاعي على يوتيوب. لما فككت الاديتنج لاجزاء صغيره لقيت ان انا محتاج اتعلم الاساسيات دي. اول حاجه التقطيع التريمنج، تاني حاجه تظبيط الالوان وتظبيط الاضاءه، تالت حاجه الساوند افكتس او المؤثرات الصوتيه، رابع حاجة الفيديو ايفكتس او الترانزيشن او اللي هي النقلات والمؤثرات البصريه. جزء كمان مهم هو وضع لقطه جوه لقطه او فوق لقطه او مكان لقطه او اللي هو بيعرف باسم البي رول. واخيرا الكتابه والترجمه او الكابشنز. طبعا غالبا في مهارات اكتر من كده في الاديتنج والمونتاج، لكن من خلال شغلي السابق مع الاديتورز اللي عملوا لي فيديوهاتي اللي فاتت ومن قرايتي ومن الفيديوهات دي، المهارات الاساسيه اللي انا محتاجها علشان اعرف اعمل فيديو مقبول احطه على يوتيوب. وده يجيبنا للنقطة اللي بعد كده، وهي قاعدة 20-80. يعني باختصار ركز على 20% من المعرفة اللي هتديلك 80% من اللي انت عايزه. انا مش عايز ابقى واحد من احسن الاديتورز في العالم، انا بس دلوقتي كل اللي انا عايزه اني اعمل اديتنج الفيديو يطلع شكله مقبول، واتمنى يطلع شكله مقبول عشان لسه مش عارف. لما تفتح اي برنامج اديتنج هتلاقي كمية اوبشنز وزراير رهيبة، يعني مرهقة كده الصراحة، اوفرويلمنج. انا حسيت ان هو ايه البحر ده. فعشان كده لما انا ركزت على الحاجات الاساسية عرفت ايه اللي انا عايزه بالظبط. انا تقريبا ما دوستش على معظم الزراير والاوبشنز اللي هناك اللي هم تقريبا 80% من الحاجات. تالت خطوة هي ابدأ التطبيق العملي فورا. خش في الموضوع. الكاتب بيقول انك في الجزء النظري محتاج تتعلم الاساسيات وتتعلم بس يا دوب اللي يخليك تصحح نفسك، يعني learn enough to self correct. انا لما اقول لا انا لازم اخلص الكورسات دي كلها واقرا الكتب دي واشوف الفيديوهات دي كلها، ده نوع من انواع التسويف. انت مش محتاج الحاجات دي كلها خالص. مش محتاج تشوف 20 فيديو عن طريقة عمل البيتزا عشان تعمل بيتزا كويسة. انت محتاج تشوف فيديو او 2 او 3 وبعدين تبدأ تعمل اوحش بيتزا في العالم، وتاني مرة تبقى مقبولة شوية، وتالت مرة تبقى احسن سنة، لغاية يمكن 10 مرة تبقى كويسة، واللي هو تقريبا ده هياخدك 20 ساعة. رابع خطوة حاجة بسيطة جدا، شيل المشتتات. خلاص. امال حضرتك فاكر ايه يعني؟
المشتتات دي اللي هي الحاجات اللي في بيئتي اللي ممكن تخليني مش قادر اشتغل او اركز او امارس او اتمرن، زي مثلا قاعد بسكرول على التليفون، او زي مثلا قاعد بتفرج على التلفزيون او الانترنت، او في دوشة في البيت او في المكان اللي انا قاعد شغال فيه. فاعزل نفسك وابعد الحاجات المشتتة دي عنك خالص، وابدأ اشتغل بايدك. خامس حاجة محتاجها هي اللي الكاتب بيسميه التخلص من عائق الاحباط. دلوقتي لو انا بتعلم اي حاجة جديدة من الصفر، بحس ان انا غبي شوية، لان انا مش قادر افهم ايه الكلام ده، ومش شايف نفسي ازاي ممكن اقدر اعمل اي حاجة من الحاجات دي بعدين. ومفيش حد بيحب يحس ان هو غبي، فعشان كده بيبقى عندي عائق الاحباط. انا عشان ما احسش ان انا غبي انا مش هتعلم، وده اكبر مانع من موانع التعلم لاي حاجة جديدة، سواء مهارة سواء لغة او اي حاجة تانية. فلو تخلصت من عائق او حاجز الاحباط ده، وفعلا بدأت تمارس حاجة لمدة 20 ساعة، هتعرف ان انت في اخر ال20 ساعة دي هتبقى في مكان احسن بكتير جدا، وهتجني ثمار شغلك وتعبك في ال20 ساعة دول. قولوا لي ايه رأيكم في الاديتنج بتاع الفيديو ده، وقولوا لي ايه المهارة اللي انتوا ناويين تتعلموها. ولو انتوا اول مرة بتشوفوني اعملوا لايك وسبسكرايب، واشوفكم الفيديو الجاي.